مساء الفل على بتوع الكوره. وماتش الاهلي واسوان اللي انتهى بنتيجه 3-0 لصالح النادي الاهلي في شوط اول مزيكا من مارسيل كولر. وندخل في الشوط الاول اللي اول 10 دقائق فيه كان فيه حماسه اكتر من المردود الفني، وكهربا كان عامل قلق ووش لمدافعين اسوان، وقدر فعلا ان هو يسجل جون في اول 10 دقائق بس اتحسبت اوفسايد. بعدها تقدر تقول ان احنا ركبنا الماتش ورحنا بكوره واثنين وثلاثه على الجون وقدرنا نشكل خطوره. بس كان في اول 30 دقيقه في حاجه ملحوظه جدا، وهي لعيبه اسوان عماله تقع بشكل مبالغ فيه. لما انت مش قادر تلعب في ميعاد زي ده ليه بتقدر نفسك وتقدرني؟ وبعدها الاهلي يهدي الريتم ويتراجع لنص ملعبه عشان اللعيبه تبتدي تاخد نفسها. وفعلا في الدقيقه 40 بعد لقطه تانية من حسين الشحات يقدر احمد عبد القادر يحط الهدف الثاني. وفي الدقيقه 43 لقطه غريبه جدا اتحسبت ضربه جزاء على النادي الاهلي، وانا مش فاهم بصراحه هو حسب الكره دي ليه، وهل في فار ولا مفيش اساسا. بعدها قفشه يقدر ان هو يسجل الهدف الثالث ويقتل الماتش تماما في شوط عنوانه الايجابيه من لعيبه النادي الاهلي ومن مارسيل كولر. ويدخل الاهلي الشوط الثاني وهو مهدي الريتم تماما، مش عايز اكتر من كده، مش عايز يخرج باي اصابات، وابتدى فعلا يريح اللعيبه الاساسيه. وحابب اتكلم عن مكاسب كتير جدا طلعنا بيها من الماتش ده. اول حاجه انك كسبت ماتش في ميعاد غلس وفي ملعب ضيق، وكسبت بسكور وكلين شيت. تاني حاجه ان انت قدرت تريح علي معلول، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. تالت حاجه انك بتوسع الفرق بينك وبين منافسينك في الدوري، وده هيريحك جدا عشان انت بتنافس على اكتر من بطوله. رابع حاجه ان انت بتدخل لعيبه وبتحط رجلها في الملعب زي كهربا والقندوسي وخالد عبد الفتاح ومروان عطيه ولاعيبه كتير. خامس حاجه ودي اهم حاجه بالنسبه لي في ماتش النهارده هي الايجابيه الواضحه جدا من كل اللعيبه ما عدا احمد عبد القادر. قفشه كان بيروح ويسدد، حسين الشحات بيسدد، اليو ديانج بيسدد، مروان عطيه بيسدد، شادي حسين لما نزل بيسدد. فكانت ميزه في طول الماتش ان اللعيبه كلها كانت ايجابيه النهارده على الجون. حابب اتكلم عن تقييم 3 لعيبه، ونبدا بمروان عطيه. المجهود البدني بتاعه جبار في الملعب وبيتحرك في كل حته والباص بتاعه سهل، بس لسه محتاج يشتغل الشغل بتاع اللاعب رقم 8. انت في مركز مطلوب منك تأدي صناعة لعب، مش مطلوب منك ان انت تقطع وتضرب، بس مطلوب منك ان انت تبتدي تصنع لعب عشان تشارك رقم 10 في المركز. عبد القادر اللي النهارده كان ناي جدا ومليون كرة اتقطعت منه، عمال يعمل لي حركات فري ستايل، مش عارف هل هو واقع بدني ولا ميعاد الماتش اللي موقعه ولا كان ايه بالظبط. محتاج تقرص على نفسك والعب السهلة، العب السهله. في اللقطه دي احمد عبد القادر كان يقدر يودي كهربا انفراد بكل سهوله، لكن الحته الزياده كالعاده عند احمد عبد القادر ياخد الكوره يجري هو بيها ويضيع هدف شبه مؤكد على النادي الاهلي كالعاده. والسؤال امتى احمد عبد القادر هيتخلص من الحته الزياده اللي عنده دي عشان يكون جناح الاهلي الاساسي؟ وحسين الشحات اللي حيرنا معاه ماتش 10 من 10، ماتش 0 من 10، مش عارفين نقيمه، مش عارفين هو لاعب عشوائي ولا لاعب مفيد، مش عارفين هو لعيب ايجابي ولا لعيب سلبي. النهارده لما لعب في مركزه الجناح هو مركزه الاساسي وما ينفعش يلعب في غيره، وكان بيلعب هو السهلة، ظهر بشكل ممتاز وفوق الممتاز. نتمنى الثبات من مارسيل كولر على المركز ده لحسين الشحات ويكون هو الأساسي، ونتمنى من حسين الشحات نفسه ان هو يأدي بنفس الأداء ده ويلعب الكورة بسرعة. لو الحلقة عجبتكم والفوز مخليكم مبسوطين ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة ولايك وشير، واشوفكم الماتش الجاي على خير.